اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اصله ايه. تعليقات كتير جات لي الحقيقة وراجعتها عايزاني اتكلم في فتح العرب لمصر، واللي لفت نظري اكتر لان ربما الحديث عن الفتح العربي الاسلامي لمصر اتقال بكل الاشكال والصور. لفت نظري تعليقات بتتكلم عن احراق العرب للكتب الموجودة في الاسكندرية عقب الفتح مباشرة، فحبيت ان انا اتوقف معاكم عند المسألة دي. هل فعلا عمرو بن العاص لما جه مصر قام هو والعرب اللي وياه بإحراق الكتب الموجودة في مدينة الإسكندرية؟ الحقيقة تهمة ظالمة جدا للعرب، ولازم كنت أتكلم فيها في برنامجنا أصله إيه عشان أوضح حقائق معينة. في البداية بعيدا عن ملابسات الفتح وأحداث الفتح، نقف عند المرحلة اللي استتب فيها الأمر ودخل عمرو بن العاص واستطاع الانتصار على القوات البيزنطية، طبعا بمعاونة أهلنا وأجدادنا المصريين اللي كان عندهم رفض للحكم البيزنطي الظالم. كان في ترحيب شديد جدا من الأقباط بالفاتح عمرو بن العاص ومن جاءوا معه. وفي ظل حالة الترحيب كان في ناظر لمدرسة الإسكندرية، مدير للمدرسة اسمه يحيى النحوي، واحنا هنتوقف عند مصدر مهم هو الحقيقة كان السبب في هذا الاتهام الظالم للعرب، ألا وهو المؤرخ عبد اللطيف البغدادي. هو ده السبب في الاتهام الظالم ده. عبد اللطيف بيقول ايه؟ ان ناظر المدرسة تقابل ويا عمرو بن العاص، والناظر ده اسمه يحيى النحوي. فطبعا كلم يحيى النحوي مع عمرو بن العاص وقال له ان في مكتبة عظيمة من ايام البطالمة موجودة في اسكندرية، من فضلك الكتب دي تلزمنا احنا، ما افتكرش ان انتوا كعرب هتحتاجوها في اي شيء، فمن فضلك ان انا اخدها ومالكمش دعوة بيها خالص. وبيكمل عبد اللطيف البغدادي وبيقول ان عمرو بن العاص قال له بس واحدة واحدة اكلم سيدنا امير المؤمنين الموجود في المدينة المنورة اسأله، لأنه هو ده اللي يبت في أمر زي ده مش أنا وقال جت رسالة من سيدنا عمر بن الخطاب بتقول إن لو الكتب دي يا عمرو فيها ما يوافق كتاب الله فهي كعدمها فتخلص منها، وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا بد أن تتخلص منها وتحرقها على الفور. فالحالتين كان على عمرو أن يتخلص منها. واستجابة لكلام أمير المؤمنين، عمرو واللي معاه مسكوا الكتب اللي موجودة في كل أرجاء الإسكندرية مش بس في المكتبة وأضرموا فيها النيران، ولعوا فيها، وفضلت النار دي مولعه 6 شهور، وده يوري لك قد ايه حجم الكتب اللي كانت موجوده وقال العرب استخدموا النيران دي كوقود للحمامات عشان يسخنوا بيها الميه ويستحموا وينبسطوا بالميه السخنه الجميله. طبعا كل ده كلام لا يصدقه عقل، يستحيل ان يكون قد حدث. المشكله ان اللي بيقول هذه الروايه مؤرخ عربي مسلم، ولكن خلينا نتوقف عند بعض الأمور. أولا هو مؤرخ ليس معاصرا للحدث، ده متأخر جدا. عبد اللطيف ده معاصر لصلاح الدين، بنتكلم في نهايات القرن 12 وبدايات القرن 13 والفتح العربي الإسلامي حصل في القرن السابع زي ما كلنا عارفين. مؤرخ ما حضرش ولا شاف ولا أي حاجة، هو بس قال الرواية دي لطعها لنا كده. المشكلة كمان مش في عبد اللطيف، في ان كل المؤرخين اللي جم بعد عبد اللطيف نقلوا روايته دي بحذافيرها، قالوا نفس الكلام. اتفرج بقى على كتابات المقريزي وغيره من المؤرخين، نقلوا الرواية بالظبط زي ما هي. طبعا تلقف هذه الرواية كتير من المؤرخين المستشرقين الغربيين اللي هم غير منصفين، وقالوا اهو العرب اهو لما دخل عمرو ولع في الكتب ودمر الحضارة اللي كانت موجودة في اسكندرية، والعرب دول صفاتهم كذا ونعتهم كذا، وافتروا على العرب. احنا هنرد على هؤلاء كلهم بمؤرخ غربي ولكنه منصف اسمه ألفريد باتلر. قال ايه بقى ردا على هذه الرواية المزعومة وهذه الفرية وهذا الاتهام الظالم؟ اولا بيقول لأصحاب الرواية انتوا بتقولوا ان يحيى النحوي ناظر المدرسة اتقابل ويا عمرو بن العاص. ازاي؟ يوحنا النحوي او يحيى النحوي ده مات في القرن السادس الميلادي والفتح تم في القرن السابع. نمرة 2 قال من المستحيل بكل السبل ان يكون في مكتبة بهذه الضخامة كانت لسه موجودة في اسكندرية، لان انتوا ناسيين اللي حصل من حريق لهذه المكتبة سنة 48 قبل الميلاد، زمان في التاريخ القديم ايام يوليوس قيصر والمعركة التي دارت في ميناء الاسكندرية والسنة اللهب
اللي امتدت للمكتبة وخلصت على جزء كبير منها، والجزء اللي فاضل اتنقل معبد السرابيوم. طب معبد السرابيوم جرى فيه ايه؟ قالوا انتوا ناسيين اللي جرى سنة 391 ميلادية من قبل البطريرك ثيوفيلوس بطريرك الإسكندرية، ومعاه مجموعة من الغوغاء هوب يا جدع، قاموا محطموا معبد السرابيوم تماما وهدموه تماما، وكانت جواه المكتبة. فقال كتب ايه اللي كانت بهذا الحجم في هذا التوقيت في القرن السابع وبنغفل الأحداث اللي حصلت قبل كده؟ قال كمان لا يمكن للعرب أن يفعلوا ذلك، لأن من المشهور والمعروف أنهم عكفوا على ترجمة هذه الكتابات من اليونانية ومن لغتها الأصلية السوريانية إلى العربية. أما الحنين بن إسحاق ده كان بيشتغل إيه؟ قاعد يترجم كتير من هذه الكتابات من اليونانية إلى اللغة العربية. فيستحيل طبعا، يعني دي بعض الدفوع اللي قدمها باتلر وفي غيرها كتير بقروا كتابه عن فتح العرب لمصر، وطبعا ده اتهام ظالم. وافتكر ان بحلقتنا دي قدرنا نرد بشكل كويس على اصحاب هذا الزعم. وزي ما بذكركم في كل حلقة، ما تنسوش تدوس شير، تضغط سبسكرايب، تدوس لايك، ويهمني جدا تعليقاتكم اللي من خلالها هتواصل معاكم واتكلم في كل الموضوعات اللي انتوا حابين نتكلم فيها في برنامجكم أصله إيه.